انا جبت البصل وقطعته جوانح كده وقلبت عليه الدقيق، هقلبه كويس وهسيبه شويه وبعدين احمره. جبت الرز وقلبت عليه عدس بجبه وعدس اصفر وغسلته كويس، عشان احنا النهارده هنعمل ايه؟ اكيد انتوا عرفتم هنعمل كشري، بس كشري الحله الواحده، هنعمله كله في حله واحده، طريقه جميله وتحفه ونتيجه تحفه. بصل اتحمر اطلعه على مناديل وافرده على الصينيه عشان يتني مقرمش وجميل. خدت زيت البصل اللي احنا قلينا بيه البصل هنعمل بيه الرز، نزلت بالمكرونه الاول هديلها صدمه كده وبعدين انزل بالشعريه، نزلت بالشعريه هقلبها لغايه ما تاخد اللون اللي احنا محتاجينه كده. الشعريه لسه بتاخد اللون اللي احنا محتاجينه هي والمكرونه، وصلوا للون اللي احنا محتاجينه الحمد لله. هننزل عليهم بالرز والعدس والاصفر والعدس اللي بجبه، هناخد العقد بتاع الرز ونحط له الملح بتاعه كده بقى جميل. هنسيب الرز بقى يتشمع براحته كده، لا لسه هننزل عليه بالمكرونه سيبك انت. نزلنا عليه بالمكرونه وهنسيبها على الوش كده كده، احنا سيبناها والرز ختم واستوى اصلا واحنا لسه قاعدين زي ما احنا. الرز كده ايه دخل في السوا، هنسيبه بقى هو يتشمع مع نفسه، وهنعمل ميه الشطه بتاع الايه، الشطه بتاع الكشري. مش كشري ما يحلاش الا بالشطه. عملنا الشطه الحمد لله، جبنا معلقتين 2 زيت نزلنا عليهم بمعلقه شطه قلبناهم كويس كده، بقت الشطه ديت الدقه. جبنا فصين توم قطعناهم وحمرناهم كويس، نزلنا عليهم بالخل، نزلنا عليهم كوبايه ميه، وصلوا كده بقت الدقه. الرز زي ما احنا شايفينه كده بقى جميل بسم الله ما شاء الله مفلفل، مش واحده ماسكه في التانية ولا بيتخانقوا ولا اي حاجه، كله ايه مش مع التاني، كل واحد لوحده كده. كل حاجه بقت جميله. الصلصة اكيد احنا عارفينها وكلنا عارفينها، عملناها كتير مع بعض كده بسم الله ما شاء الله. بألف هنا وشفا للي كان.